السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مباركة باش ما تملتيو ان شاء الله. اليوم غنحضر معكم كسيكسو ليلة القدر او نهار 27. الناس كيديروا بزاف كسكسو بطريقة اللي هي زوينة بزاف ومحترفة. خليكم معايا اكتشفوا المقادير والمكونات والطريقة. مهم كناخذوا هنا واحد الطنجرة كنديروا فيها اللحم بالنسبة للعبار اللي بغيتي وعلى حسب الاشخاص اللي عندكم في الدار. كنديروا واحد البصله كبيره مشلضه او جوج بصلات صغارين مشلضين كما كتشوفوا على هذا القياس. وكنزيدوا اول حاجه الملح كيف ما كتشوفوا معايا. هذا الملح حبيبات، سميتها واحد الملح ديال الهيمالايا اللي فيها واحد النسبه ديال اليود مهمه بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال ليكواطر. راه متوفره بزاف كاينه في الاسواق. عندنا هنايا الحمص اللي مفزك، درتو انا هنا مع اللحم كيجي زوين بزاف وكيطيب مزيان. معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم، وعندي معلقه صغيره ديال سكينجبير. يعني المعالق راه هما كبارينش بزاف. الا عندكم معلقه شويه كبيره كنديروا نص معلقه. وعندي هنايا شويه ديال الزعفران شعره، ممكن اننا نعوضوه بالمكعب ديال الزعفران. ومعلقه ديال السمن ضروري، يعني الحمص مع اللحم كيجي طيب مزيان. كنخلط كلشي المكونات كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. ومن بعد غادي نزيد زيت المائدة وزيت الزيتون مخلطين، يعني واحد نص كاس ما عمرش، يعني نص ما كاملش، نص مخلط زيت المائدة وزيت الزيتون. ممكن اننا نديرو نشحروا شويه اللحيمات ونديروهم في الكوكوط مع واحد الكاس ونص ديال الماء ونخليو كل شيء طيب. او انا غنغطي عليهم عندي الوقت غنشحرهم ونزيد عليهم الروا ونخليه يطيب على خاطرو. دابا غادي ناخذ طنجره اخرى وغادي نديرو فيها البصله. تقريبا عندي واحد الكيلو ونص ديال البصله اللي قطعتهم شرائح كيف ما كتشوفوا، شويه هكا طوالين على حساب التفايه. كدير نفس المكونات او نفس التبزيره. عندنا سكينجبير، الخرقوم، البزار، والقليل من الزعفران شعره، والملح. انا كيف ما كتشوفوا طيبت بهذا الملح ديال الحبيبات اللي وليت كنطيب بها. وعندي تقريبا واحد جوج حتى ثلاثه المعالق كبارين ديال زيت الزيتون مخلط بزيت المائده. ضروري زيت الزيتون وزيت المائده شويه باش يعطيكم واحد النسمه اللي زوينه بزاف. المهم كنزيد واحد المعلقه مع عمراش ديال القرفه، وتنخلط كل شيء المكونات مزيان. وكنزيد الحمص ضروري كنزيدو حتى مع البصله. ملي كنزيد الزبيب ونزيد العسل كتجي التفايه ديالنا غزاله مع الحمص. جربوها وغادي تعجبكم بزاف بزاف. غادي نخليوها تشحر ونزيدو على حتى هي الروا من البرمه ديالنا اللي غادي نصوبو ونخليوها طيب. عندنا البرمه اللي غادي نديرو فيها الخضره، كنزيدو فيها جوج بصلات مقطعين مشلضين، الابزار، سكينجبير. يعني المعالق راهم ما عامرينش بزاف، ما تكثروش التبزيره بزاف حيت عندنا بزاف ديال المكونات درنا فيهم العطريه. الخرقوم والملحه كما كتشوفوا معايا درناهم في البرمه. وزدت انا واحد الطريف ديال الشحمه، ممكن تستغناو عليه غير باش يطلق لكم البنه، حيت ما غاديش نطيبوا اللحم مع الخضره. ومن بعد فاش كطيب راني كنحيدها نزولها ما تنخليهاش. وعندي تقريبا نص كاس ديال زيت المائده مخلط مع زيت الزيتون ومعلقه ديال السمن. في هذا المكون او طبق ديال اللحم بالتفايه ضروري كنزيدو شويه الزيت باش كتجينا المريقه ديالنا ميدمه وكتجي بنينه. كنديروا واحد القليل ديال المعدنوس كنجمعوه وكنشحروا ديك المريقه ديالنا شويه فوق النار وتديروا الروا ديالنا. وكيف ما قلت لكم هذا الروا اللي كديروه من بعد فاش كيغلى لكم كتاخذوا منه تزيدوا شويه على التفايه. غندوزو ناخدو الكسكسو. انا كناخد هنا كسكسو داري الرقيق، يعني ماشي اشهار، انا كيعجبني الكسكسو هذا تنستعملو. خديت هنا كيلو، ممكن انكم تاخدوا المتوسط او الكبير، ولا تقدروا ديروا السميده بالنسبه للناس. او بصراحه هو التفايه كتجي معاه بزاف هذا اللي كيكون رقيق، وحتى السميده حتى هي كيجي زوين. ولكن الا بغيتو ديروا المتوسط ولا الكبير لكم الاختيار. كناخد واحد الجبانيه كندير فيها شويه ديال الملحه وزيت المائده والماء، وتنبقى نرش شويه بهذاك
الكسيكسو ديالنا وكنلبس بيديا او كنديرو بيدي. وما تخافوش، هذا راه ما غادي يتكركب لكم، ما يخسر لكم ما حتى شي حاجه. واخا تشوفوا هذوك الكركوبيات يعني راه فاش يطيبوا تديروه يتفور ما كيبقى مزيان. صافي كما كتشوفوا انا ملي بقيت كنحل في هذوك الكراكب راه تنشف الكسكسو، ما بقاش فازق كيف ما كتشوفوا. صافي كنجمعوه في الكسكاس وكنخليه يطيب. من بعد ما كتغلى ليا، منين كتغلى ليا البرمه كنديروه فوق باش يطيب. ضروري نخليوه هنايا تقريبا واحد 20 دقيقه باش يطيب لينا مزيان، يطلع لينا الفار مزيان. كيف ما كتشوفوا ملي كتغلى كنخليوه كما كتشوفوا حتى كنخليوه مزيان. حيدناه دابا الفوره الاولى كنقلبوه كما كتشوفوا في القصريه ديالنا. تناخذ واحد الجبانيه الاولى ديال الماء، تنخويه كيف ما كتشوفوا على باش نحيد داك الزائده ديال الكسكسو. كما كتشوفوا كنبقى بواحد السباتيله العود حيت كيكون شويه سخون. تندير الماء ديالنا. هذه كملت جبانيه، يعني ديك الجبانيه درتها غير شويه وكملتها، يعني جبانيه دابا ديال الماء اللي درت الاولى. صافي كنبدا نحل هكا بيديا كيف ما كتشوفوا انا مع حدي كنعطيه الماء وراه هو تيتحل وتيبقى تبارك الله تيتزاد. كنزيد الجبانيه الثانيه كيف ما كتشوفوا معايا وهو سخون، كنزيد وكنبقى نبرد فيه ونديرو كما قلت لكم، يعني ما حد الماء تعطيوه في الماء والكسكسو تبارك الله تيزيد وتيتنفخ كما كتشوفوا. صافي ملي كنعطيه الماء هكا مزيان كما كتشوفوا راه الكسيكسو ديالنا راه تحل كامل، يعني دوك الكركوبات راه ما تيبقاوش اللي كيكونوا في الاول، كيولي كله تبارك الله مقاد كما كتشوفوا. صافي ملي كنبردو مزيان تنغطي عليه بواحد السربيته ضروري ونخليه واحد 5 حتى ل 10 دقائق. هنا في هذا الاثناء كندير الخيزو ديالنا. الخيزو اللي لقيته قطعته على جوج، ما كنحيدش ليه القلب، اللي بغى يحيدو ليه انا كنخليه بالقلب ديالو كيجي مزيان. من بعد ما برد لي الكسكسو ديالنا تنديرو في الكسكاس الفوره الثانيه. كما كتشوفوا معايا ملي كنجي نشدو بيدي كنحس بيه بانه كيتجمع ليا، الا بقى مفرتت راه خصو شي شويه الماء. كندير الفوره الثانيه عاود وتنخليها واحد 20 دقيقه مزيان. الكسكسو كل ما طاب لينا كل ما جا زوين، حباتو زوينين. هنا اللحيمات راهم طابوا ليا كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو غزالين، كيجيو المريقه ديالنا كتجي غزاله. شوفوا معايا الحمص كيفاش كيجي، اللحيمات حتى هما كيجيو طيبين على حقهم وطريقهم. غنخليه جانبا وغادي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا التفايح حتى هي راه كطيب. زدت عليها هنا الزبيب اللي كنكون قبل درته في الماء باش يتنفخ ليا كيجي زوين. كتخليوه مرقد في الماء ومن بعد تصفيوه. وزدت واحد 2 المعالق ديال العسل، ممكن تعوضوه بواحد نص كاس ديال السنيده. غير العسل تيجي فيه صراحه زوين بزاف. وكتشوفوا كنخليه حتى كتشرب ليا مزيان ديك المريقه ديال التفايه. في هذا الاثناء راه الفوره الثانيه موجوده. كنزيد من القرعه على الخيزو. انا درت غير القرعه وخيزو، الا بغيتو ديروا القرعه كورجيت ممكن، والفلفله حاره. التفايه صراحه كيجي فيها خيزو والقرعه اللي كتجي فيها زوين، يعني باش ما نكثروش بزاف الخضار والمذاقات ما كيبقاوش يتخربقوا لينا، يعني غير خيزو القرعه كتجي فيه زوينه. كما كتشوفوا انا حيدت هنايا الفوره الثانيه. كنحل الكسكسو ديالنا كما كتشوفوا واحد السباتولا كيكون شي شويه سخون هنايا. وغادي نزيد المره عاوتاني الماء. الكاس هنايا زدت كاس ديال الماء فقط ديال الماء. صافي كنحلو مزيان بيديا كما كتشوفوا معايا وتنشربوا لهداك الماء كما كتشوفوا. صافي ساهل، يعني هو بصراحه الله الكسكسو هذا اللي تيكون موجود راه تيكون ساهل. واحد المعلقه ديال السمن حتى هي باش ما نزيدش الفوره الاخيره ونزيد السمن وهو سخون ونبقى نبرد فيه. وهذا انا الفوره الثالثه صافي غادي نجي نيشان وغادي نبقى نسقي. صافي كما كتشوفوا معايا من بعد ما درت السمن كنديرها عاود في الكسكاس وكنديرو يفور للمره الاخيره. وكنكون انا موجده كلشي التفايه ديالي، موجده اللحم ديالنا. كنقادو التبزيره ديال المريقه قبل ما كندير الفوره الاخيره. ضروري ما كنزيد زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا معايا، كنزيد شويه البزار، كنزيد السمن وخديت هنا شويه ديال الحمص اللي مع اللحم وزدته على المريقه. وكما كتشوفوا معايا التفايه ديالنا راها كتشرب
يعني حتى تشرب مزيان. وشوفوا معايا الزبيب كيفاش كيجي تبارك الله من فوق، كيجي ما شاء الله روعه. غير تبعوا هاد المقادير وهاد المكونات وان شاء الله غيجيكم كسكسو غزال. بالنسبه للمبتدئات تبارك الله، راه الناس كلهم تعرفوا ما شاء الله الكسكسو. انا تنهضر مع المبتدئات، راه تبارك الله الكسكسو كيجي كيحمر لك وجهك واخا تبغي ديريه لاول مره. المهم خديت القصريه ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، تنخوي فيها هذاك السميد، يعني بلا ما نبرد بلا حتى شي حاجه. تنخوي السميد وتنقاد بالسباتولا اللي عندي، يعني باش كنقاد القصريه ديالي مقاده، ماشي بالشرط نبقى نبرد فيه. من الاحسن من البرمه ديريكت نخليه باش حتى هو نيت يبقى شاد ديك السخونيه ديالو، كيف ما زعما مولفين على الكسكسو، حيت الا بقيتو كتبردوا فيه اللي كيبرد ما كيجيش صراحه زوين. صافي كيف ما كتشوفوا معايا قاديته المريقه، شوفوا معايا كيفاش كتجي خاطره بزاف، كتجي زوينه. بالنسبه للناس اللي كيزيدوا مطيشه محكوكه، انا ما كنديرهاش نهائيا بالتفايه. مازال الا غادي ندير كسكسو بالخضره راه كندير في الاول بصله ومطيشه، وكنزيد في الاخير تقريبا واحد جوج مطيشات محكوكين باش الدغميره باش المريقه ديالنا كتعقد. اما تبارك الله هذا الكسيكسو راه هو، شوفوا معايا اللحيمات كنزيد كناخذ واحد المريقه شويه من البرمه وكنزيد عليه هذيك على اللحيمات وكنسخنهم مزيان. شوفوا معايا تبارك الله المريقه راه كتجي خاطره، يعني ماشي بالشرط اننا كيف ما قلت لكم نزيدوا مطيشه، وما كتجيش مطيشه مواتيه هذا النظريه ديالي. والناس اللي بغى عاود كل واحد كيفاش كيدير. حطيت اللحيمات كيف ما كتشوفوا في الوسط، وحطيت خيزو والقرعه ديالنا زوقت بها كيف ما كتشوفوا. كيبقى لكم الاختيار في التزيين، بغيتو ديروا اللوز من الفوق، اي حاجه بغيتو تزوقوا بالبيض. المهم انا درت لكم كسكسو على حقه وطريقه بالتفايه. والتفايه ديالي كيف ما كتشوفوا راه كتجي حتى هي شاربه. وشوفوا معايا المريقه، يعني نتوما كتسقيو والمريقه كتبقى الفوق خضره، يعني المريقه كما كتشوفوا كتبقى باينه وكتبان بانها راه خضره ماشي جاريه. وزعما تبارك الله راه كتجي كما قلت لكم غزاله وزوينه بزاف. صافي وكندير التفايه من الفوق. وحتى كيف ما قلت لكم التفايه ملي كتزيدوا فيها الحمص وكطيب بالعسل وكطيب بالزبيب، كيجي داك الحمص كيشرب هذيك الحلاوه. وعاود عندنا الحمص اللي طايب مع الملوحيه، كتجي هذاك الخليط ديال الملوحيه ديال الحمص مع الملوحيه مع الحلاوه، كتجي روعه. الكسكسو كيجي غزال. صافي كنحطو في الفلات ديالنا هكا. والقصيريه ديالنا بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله الطريقه والفكره تعجبكم. ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه، والى اللقاء.